انما خلينا نقول صور الفيديو دي هي الصور الاولى اللي تطلع للجنه دي، وهي بتفحص مقتنيات القصور الرئاسيه. اللي موجودين دول قضاة تحقيق وقضاء واثريين وخبراء في الذهب والمجوهرات. اللجنه زي ما فهمنا مكونه من 50 شخصيه برئاسه المستشار احمد ادريس. اللجنه جردت او دخلت حوالي 12 قصر و6 استراحات وفيلتين في 6 محافظات فقط، انما ما خلصتش كل اعمال الجرد الخاصه بيها. وواضح في الصوره دي وهو واحد خبير بيشوف احد السيوف الاثريه، وواضح انه اللي بيلمع ده يا اما الماظ احجار كريمه، يعني لانه دول كلهم خبراء زي ما قلنا اما في الاثار او في المعادن والمجوهرات، في وجود القضاه اللي طبعا عندهم عمل كبير جدا. لانه كتير من القصور الرئاسيه، مش كلها انما كتير من القصور الرئاسيه في مصر قصور اثريه، يعني في بعضها من ايام الملكيه، وتم بعد قيام ثورة يوليو تم تخصيصها لقصور الرئاسة، وفي بعضها مش أثرية، يعني في استراحات مش أثرية على الإطلاق. ما زالت عملية الجرد يعني قائمة على قدم وساق، ولسه في مجهود كبير أو قصور كتيرة يجب جردها وتحديد كل شيء فيها.